يلا نسمي الله ونقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا نعمل مع بعض أحلى بسكويت. البسك كريم السهل جدا الاقتصادي بطريقة حلوة بمقادير متوفرة في البيت بالشكل التحفة اللي احنا شايفينه ده. بجد هيعجبكم وهنعمله في البيت وبأرخص الأثمان وبطريقة جميلة. بصوا معايا، ناعم جدا وبيقرمش كده وحاجة كده سوفت وجميلة جدا جدا. بجد احلى من الجاهز اللي بنجيبه من بره بالطريقه الجميله. بصوا شايفين ناعم وجميل معايا، ونص من الشوكليت ونص الفانيليا. تحفه جميل، هنعمله في البيت مش هنشتري من بره. احلى بسك كريم. يلا نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ اكلاتي. يلا بقى نعمل مع بعض احلى بسكويت مع اللايك والشير، واللي دخل قناتي يا رب وتعجبه نعمل اشتراك. تعالوا نقول المقادير مع بعض. يلا بقى مع بعض 3 كوبايات من الدقيق منخولة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه، وبنفس الكوباية المعيارية اللي انتوا شايفينها دي هنكيل بيها كل حاجة. دي 3 كوبايات بنفس الكوباية اللي احنا شايفينها من الدقيق نخلتها وتمام. ومعانا كوباية ما بين سمنة وزبدة أو زيت، بس لازم طبعا نخلط الزيت كوباية إلا إيراد صغير، أو لو حابة كوباية كاملة بس أنا بقلل منها شوية السكر. 2 بيضة، 3 معالق من النشا، هناخد معلقة من البيكنج باودر والفانيليا و3 معالق من الكاكاو الخام. يلا بينا هنجيب ال3 كوبايات دقيق نخلناها، هننزل عليها بمعلقتين من البيكنج باودر. يعني ايه، وكل كوباية من الدقيق هنحط عليها معلقة كبيرة من النشا او نشا الذرة. تمام، ويلا نقلبها بقى كويس قوي كده. وطبعا مش هننسى ذرة الملح اللي دايما بنحطها في كل المعجنات. طريقة سهلة جدا، هنجيب الخلاط ولا هتضربي ولا هتعملي بمضرب البيض ولا الكلام ده خالص. انا بسهل عليكي كل حاجة. انزلي بالسمنة على الزيت او زبدة على الزيت، بس السمنة بتطريه والزبدة برضو بتديله ريحة وطعم جميل. هننزل بالسكر كوباية أو كوباية إلا حاجات بسيطة قوي من السكر. حابة تخليه مسكر حطي كوباية كاملة، حابة تخلي السكر بتاعه هادي شيلي حوالي قيرتين صغننين. يلا بقى نضربه في شفشة الخلاط ضربة حلوة لغاية ما أصبح معانا كريمي باللون الجميل اللي انتوا شايفينه. والسكر طبعا داب تماما بعد الضربة الجميلة اللي أنا ضربتها بالمضرب. انزلي يا ست الكل ببيضة بيضة. هنزل بأول بيضة ورشة الفانيليا أي حاجة سائل أو بودر. ونعمل تاني بعد ما ضربنا أول بيضة هننزل بالبيضة التانية. يعني من مميزاته إن يطلع حلو، ما تحطيش البيضتين على طول، بيضة بيضة. تمام، اضربيه حلو قوي زي ما احنا شايفين كده، وبيتناسق كله مع بعض وبيصبح خليط سائل تحفة. انزلي بيه بقى على دقيق، أظن سهلة جدا مفيش فيها أي افتكاسات ولا حاجة صعبة. نزلنا كويس على الدقيق وانزلي بكل المكونات كويس. ابتدي قلبيها كويس زي ما احنا شايفين. وبعد ما تقلبيها وتدخلي الدقيق كله بإيدك، مش عجنة لم. العجن بينشف البسكويت والكحك والحاجات دي. هتبتدي بس تلمي كل الدقيق لحد ما تصبح معاكي عجينة يابسة طرية ناعمة جميلة زي ما احنا هنشوف. بصوا، ولا فيها تشققات ولا أي حاجة، بجد تحفة. تمام، ابتدي اقسميها نصين. النص التاني هننزل عليها بالكاكاو، هنلونها عشان تبقى عجينة كلها شوكليت. عايزة اقولك ملحوظة، لما هتنزلي بالكاكاو طبعا هتنشف العجينة شوية. فهعمل ايه، هجيب نص معلقة من السمنة او الزبدة وهنزل بيها على النص التاني بالكاكاو، وهبتدي اعجنها واشربها كويس. لو حسيت انها ناشفة قطعة سمنة كده صغيرة، هبتدي كده اشرب العجينة بالكاكاو كويس قوي لحد ما تبقى معانا عجينة كلها شوكليت. تمام كده احنا قسمنا العجينة. بصوا بقى، شفتوا اتلونت وبقت جميلة ازاي. كده هنبتدي نشتغل في البسك كريم. معانا جزء فانيليا ومعانا جزء بالشوكليت. تمام،
يلا بقى هاتي صاج وابتدي ادهنيه كويس. بصي بقى الطريقة الحلوة السهلة، حطي قطعة صغننة كده، يعني حوالي أقل من ليمونة شوية. حطي حتة من الكاكاو وحتة من الفانيليا، وابتدي لفيهم على ايدك واعمليهم بالشكل اللي انت شايفاه الجميل ده. ده للي ما عندوش اي حاجة ممكن يعمل بيها اشكال للبسك كريم او البسكويت. ابتدي بقى خدي كده وقلبيها ودوريها بايدك وهتديكي شكل جميل وتحفة. انا بقى بالنسبة لي انا عندي عندي كده قمع جميل قوي رخيص جدا جايباه من ادوات المنزلية. هوريكي هتعملي ازاي. هتحطي كده تشكلي العجينتين مع بعض وتبتدي تعمليها زي كورة او البيضة الصغننة. وهتجيبي بقى هوريكي كده التشكيلة الجميلة، القمع اللي عندي او مكنة البسكويت اللي بتدي شكل جميل وشكل جمالي جدا زي اللي هو الحاجات اللي انتي بتجيبيها من بره. تدي كده خدي قطعة كده من العجينة اللي بالشوكليت او الكاكاو وقطعة من الفانيليا وابتدي اعمليها كور صغننة. حاجة بقى سهلة وطريقة جميلة قوي زي ما احنا شايفين. تمام. الكمية دي كمية حلوة قوي بتعمل لك هي حوالي نص كيلو، فلو وزنتيها بتديكي كيلو من البسكويت. البسكويت جميل وهيتعمل بالقمع الجميل. جميل قوي القمع ده. ابتدي بقى انزلي كده عليه هيديكي اشكال تحفة وبيسهل لك كل حاجة. شايفين زي ما انتوا شايفين، بصوا الشكل، بصوا الجمال. بجد بجد حاجة كده تحفة. ايه رأيكم؟ القمع ده جميل قوي، يعني انا بنصحك يا ريت تجيبيه تخليه عندك، بيبقى للمعموله حلو قوي للبسكوتات. وممكن كمان تعملي منه السابليه والبيتي فور. شايفين؟ هبتدي بقى اولع الفرن على درجة حرارة، البسكوت بيحب درجة الحرارة المتوسطة. ده الصاج التاني. كده الكمية دي عملت بيها صاجين حلوين اللي هو 30 في 40. معلش واقع مني الرسمة، عادي عادي بتحصل في أحسن العائلات، ما تشغلوش بالكم. طبعا خدتها ورجعتها تاني. ليها كده تكة معينة أكيد لما تجيبيها نفس المكان اللي بتشتري منه هيوريكي تركبيها ازاي. وليها على فكرة أشكال تانية غير الشكل الوردة اللي احنا شايفينه ده. كده خلصت 2 من الصاج. 30 في 40 عمل معايا كمية حلوة. بالميزان هيطلع حوالي كيلو من البسكويت. حطيته في الفرن على الشبكة زي ما احنا شايفين. درجة الحرارة عندي هادية جدا 125. أخد بالظبط معايا 11 أو 12 دقيقة وكان استوى وسواه جميل قوي. ما بياخدش وقت، ما بياخدش عجن. جميل جدا. وطلعته بالظبط بعد 11 او 12 دقيقة بالشكل الجميل. بصوا شكله جميل تحفة بجد، وريحته مالية البيت. البسكويت الخطير، البسك كريم المنزلي. شايفة السوا؟ بصي بصي من ورا جميل ازاي. بجد رائع. انصحك تجربيه، تجربة تستاهل ان احنا نبتدي نعملها. فتحته بقى وبيقرمش ومن جوه هاش وجميل جدا. يا ريت تجربيه وتعمليه وما تنسينيش من لايك وشير، ويا ريت نشترك ونفعل الجرس على الكل.